سهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع التماره ديال رمضان؟ كلشي بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت نحضر معكم طبيله ديال الفطور ديالي ديال اليوم، وقلت غادي نحضرها مع المشاهدين ديالي. المهم اول حاجه البنات قبل ما ندخلوا للكوزينه، اول حاجه كنوجد هي انني كنوجد الطبيله ديالي، كنحط فيها كل شيء هذاك الشيء اللي كنحتاج. عاد كندخل الكوزينه. المهم اول حاجه كنحط فيها السفوف، الشباكيه، السلايف، المعالق، المهم كل شيء، الكيسان ديال الماء، الكيسان ديال العصير، اي حاجه كنحتاجها كنحطها هنا قبل ما ندخل الكوزينه. حقاش ملي كندخلوا الكوزينه نتوما عارفين كنتلاهاو دير هادي دير هادي، ملي كيجي يوصل الفطور كنلقاو راسنا خاصنا هادي خصنا هادي. اللهم اول نصيحه كنصحكم بها انكم توجدوا الطبيله ديالكم هي الاولى، تقادوها، تحطوا هذاك الشيء كامل اللي كتحتاجوه في الطبله، ومن بعد عاد دخلوا الكوزينه على خاطركم اللي وجدتوها حطوها. المهم دابا البنات يلا هو خليكم معايا، دوزوا معايا الكوزينه باش نوريكم اشنو غادي نحضر اليوم واشنو وجدت الفطور ديالي. حاجه البنات درت البلبوله ديالي كطيب، المهم من الطيب نوريها لكم. ثاني حاجه جبت هذوك اللي كيش اللي كنت صايبت معكم ديك النهار، جبتهم من الثلاجه ودرتهم هكا في اللاطه ديالي. بنتهم بواحد شويه ديال الزيت، وضروري تدهنوا بالزيت باش ما يلصق لكمش الكيش. المهم غادي نوريكم واحد الطريقه انا كنعمر بها لي كيش ديالي. انا هنا خديت واحد البصله، المهم بصله صغيره، وفليفله حمراء وفليفله خضراء. المهم تقدروا انكم ديروا غير فلفله خضراء ولا فلفله حمراء اللي بغيتو. درت عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال السودانيه، ودرتها في المقله حتى تشحرات ليا. المهم تشحرات ليا شي شويه حتى ولات على هذا الشكل. دابا غادي نزيد عليها واحد الطونه. انا خديت هنا الطون ديال الزيت، هذا الطون عندي شويه حار. المهم الطون كديروا اللي بغيتو نتوما، كل واحد والاختيار ديالو. وكنبقى نخلط هذيك الفلفله والثوم، لان ما غادي نزيد لا ملح لا حتى حاجه، لان الطون مالح عندنا، وهذيك البصيله وداك الشيء درت فيها كما قلت لكم الملح والكمون. دابا غادي ناخذ هذوك جوج بيضات، المهم اليوم البنات غنوجد معكم فطور ساهل وخفيف، لان دابا الواحد كيعيا كيبغي يبدل، تيبغي كل نهار يوجد شي حاجه خفيفه باش تتكال. المهم كنخلطوا هادشي مزيان على هادشي باش البيض ديالنا كيتخلط مع الطون والفلفله. المهم راه تيوجدوا دغيا وطريقه ساهله هانتوما البنات. المهم غادي نبدا نعمر هنايا، غادي نبقى ناخذ هكا ونبدا نعمر هذوك الميني كيش ديالي على هذا الشكل. المهم دابا البنات درت هادشي هكا، درت له الفرماج محكوك. دابا غادي نخليهم، ما غاديش نطيبهم دابا حتى
حتى كيقرب المغرب عاد كندخلهم الفران لحقاش كلشي طايب عندي باش يبقاو سخان. المهم كنوجدوهم هكا وكنحطوهم في المهم كنديرهم هكا كنعمروهم وكنحطوهم في اتساع. ملي كيقرب ما كيبقى لنا يكون قرب الاذان كندخلهم الفران حيت كيطيبوا لنا دغيا لحقاش كلشي طايب. المهم بقاو معايا حتى نكملوا الفيديو. البنات جيت نحضر معكم واحد الخبيزات معمرين او الطوس معمر. المهم غادي نوريكم هانتوما كتشوفوا. المهم هنا عندي الطوست. المهم هذا الطوست غادي نديرو بحال المهم غنديرو ساندويتش. الا ما عندكمش الطوست تقدروا انكم ديروا دوك الخبيزات الصغار. المهم اللي بغيتو، المهم اللي عندكم حاضر في الدار. المهم انا عندي هذا غادي نعمر الطوست. المهم انا عندي هنا الطوست، عندي هنايا الفرماج المربع هذا، عندي واحد شويه ديال البصله كنشلرها على هذا الشكل، وهنا عندي الخس، وعندي شويه ديال الخيار حتى هو هكايا مقطعه، وعندي شويه ديال المطيشه حتى هي طرونشيات، وهنا عندي جوج. المهم عندي هنا الكفته شحرتها بواحد شويه ديال الزيت البلديه، وعندي هنا البيض طيبته بالزبده. المهم غادي ندير النص بالكفته والنص بالبيض، وعندي الكاتشوب والمايونيز. المهم دابا غادي نوريكم كيفاش غندوزو الطريقه. اول حاجه البنات كنديروا المايونيز هو الاول، كندهنوه على هذا الشكل. كنجيبوا داك البصيله، ما بغيتوش ديروا البصله ما ديروهاش. كنجيبوا الكفته كنديروا هذيك المطيشه نتوما كتشوفوا بهذا الشكل. نديروا شويه ديال الكاتشوب من الفوق، طاح ليا كله يعني. المهم كديروا الكاتشوب من الفوق، اللي ما عندوش الكاتشوب ما يديروش ماشي مشكل. المهم دابا كنجيبوا داك الخس نديروه هكا من الفوق. وكنديروا الفرماج من الفوق هانتوما البنات بحال هذا الشكل. المهم هادو ديال البيض. اول حاجه كنديروا
ودابا كنحطوا الفرماج من الفوق. المهم كيف ما قلت لكم هادو ديال البيض. دابا غادي نكمل هاد الشيء ومن بعد نعاود نرجع معكم ونوريكم كيفاش كنطيبوهم. البنات من بعد ما ساليت هذوك الساندويتشات عمرتهم وخليتهم، دابا غادي ندوز نحضر معكم واحد العصير ديال الليمون والخوخ. المهم انا هنا خديت واحد جوج ليمونات قشرتهم وقطعتهم على هذا الشكل، وهنا خديت واحد 3 الخوخات حتى هما خليت لهم القشره ديالهم. المهم خليتهم هكا قطعتهم على هذا الشكل. عندي واحد لتر ديال الماء، وهنا عندي الفريز وعندي السكر على حسب الذوق. من البنات اول حاجه كنطحن الليمون، هو الاول كنطحنوه. البنات هذا العصير كيجي زوين، غير جربوه. كناخذوا هذاك الماء على حسب الماكينه. المهم دابا هادشي كنديروه في الخلاط وكنطحنوه. طحنتو دابا كنجيب واحد الصفايه كنبدا نصفيه على هذا الشكل. بعد ما صفيناه مزيان حتى كيبقى بحال حتى كنحيدوا له هذاك الشيء تيبقى على هذا الشكل بحال هكايا. ممكن نصفيوه مزيان ومن بعد كنرجعوه للخلاط. وكنجيبوا داك، المهم ما كنديروش كلشي على حسب القياس ديال المونينيكس. كنجيبوا دابا كنحطوا هذا الخوخ هذاك الفريز، وغادي نديرو السكر. المهم السكر على حسب كل واحد الذوق ديالو. انا هنا عندي 3 المعالق كبار ديال سنيده، وانتم على حسب الذوق كل واحد الذوق ديالو. المهم دابا غادي نطحن كلشي في الطحانه. هانتوما البنات من بعد ما طحنتو شوفوا كيفاش كيجي. دابا غادي نخليه يبرد وهانتوما معايا حتى كنكملوا هذا الفيديو ديال هذا النهار. المهم دابا البنات المغرب قريبه تاذن. دابا اول حاجه كنديرها كندخل لي الكيش ديالي يطيبوا لي في الفران. البوطه كنشعلها تكون العافيه مهيله، وكندير الطاوه الفوق والعافيه من التحت. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفران ديال الضوء ما يشعلوش حتى كيدخلوا الطاوه عاد كيقدروا انهم يشعلوا الفران. المهم دابا هانتوما معايا حتى نكملوا الفيديو ان شاء الله. غادي نبداو نطيبوا هذوك السندويتشات اللي حضرت معكم. غادي ناخذ الاله ديال البانيلي وغادي نبداو نحطوهم على هذا الشكل. المهم دابا غادي نسدو عليهم ونخليوهم يطيبوا، ومن بعد ما يطيبوا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. ودابا البنات من بعد ما سالينا التوجات ديال الفطور
المهم هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم، حيت كل نهار كنديروا حاجه ما كنديروش نفس اللي كنديروه البارح. المهم هذا هو الفطور ديالنا اللي وجدت اليوم. المهم هنا درت البلبوله بالحليب، ما كاينش اليوم الحريره. اليوم درنا فطور خفيف وسريع، يعني ما فيهش زعما تماره بزاف. وهنا درت لي كيش اللي كنت وجدت معكم، شوفوا كيفاش كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى البنات انكم تجربوهم، كيجيو زوينين. وهذا الطوست او ساندويتش اللي حضرت معكم حتى هو جا على هذا الشكل. انا ما طيبتوش بزاف، الا بغيتو تقربلوه اكثر من هكا تقدروا انكم تقرملوه. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفطور ديالنا، كيجي على هذا الشكل. ومن هنا غادي نقول لكم بالصحه فطوركم ورمضان كريم. وكنتمنى انكم ما تنساونيش في اللايكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والاصدقاء ديالكم. والناس جداد كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، تفعلوا بالجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عندي. المهم دابا البنات غادي نقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو شي فيديو جديد ان شاء الله.